بتحبها. شو القصة؟ اليوم نحن قدام أخطر مثلث بالعالم. لا، مو مثلث برمودا، هذا المثلث محمود وبيسان وميس دعاء. ويا ريت القصة وقفت هون. فجأة فات على الخط عباس وصارت الدائرة المربعة، كل واحد طالع مع عدو التاني. يا جماعة والله العظيم الحب صاير مثل باقة الانترنت في مصر، كل يومين بيخلص. عفوا، خلونا نبلش من راس الحية. محمود هالزلمة بتحسه ماكينة لتصدير النجمات. محمود ماهر خطيب بيسان اسماعيل، الكل بيعرف هاي القصة. وكانوا الاثنين عاملين مثل ثنائي تيك توك مدجج بالحب. لكن الباقة خلصت بيناتهم وصار في انفصال عادي بتصير. بس الغير عادي انه بعد فترة قصيرة بنشوف محمود مع مين؟ مع ميس دعاء تبعها ما تحاوليش، وصارت تصور ريلز مع محمود. بي سي واخذنا الاغراض. وين رايحين؟ رايحين على جزيرة. اضحك واقول شو شعورك واغنيتك نزلت؟ والمية تكذب والله صراحة شعور. رايحين على جزيرة. ما تحاوليش ايش؟ ما تحاوليش تضحكي علينا، ولا ما تحاوليش تفوتي على الترند من بوابة خطيب عدوتك. والله يا ميس انت ماشية على مبدأ عدو عدوتي صديق الترندي. ما تحاوليش تخليني اصدق انك ماشي على الحب وانت ماشي على ترند. هون بيسان البنت يلي كانت عايشه قصه حب قدام الملايين، اليوم قاعده تتفرج انه خطيبها السابق صار سندويشة شاورما بايد ميس دعاء. بس لا تستعجلوا، بيسان ما سكتت. فجاه بنشوف مين طلع معه؟ عباس. واو واو. عباس مين؟ عباس يلي المفروض يكون حبيب ميس. يعني صرنا بترند عاش مين خان. يعني لو في جائزة نوبل بالخيانة كان لازم يضيفوا عليها فقرة أفضل انتقال سريع من خطيبة لعدوتها. لك أموت وأفهم شلون نحن سرعة التخطي عنا 3G ومحمود سرعة التخطي عنده والانتقال من بيسان لميس دعاء بسرعة 5G. يا لطيف، القصة صارت مثل مسلسل تركي نص الترجمة غلط. الخطيب مع عدوة خطيبته وحبيب العدوة مع الخطيبة، يعني كل واحد فات ببيت التاني. مثل لعبة الكراسي الموسيقية. الله اكبر عليك، ايه الحلاوة دي؟ عباس يا جماعة صار ورقة الجوكر بهي اللعبة. بيطلع مع ميس بريلز وبعدين بيطلع مع بيسان بريلز. الزلمة عايش حياته عامل بسط بزر، بيعطي حفنة لبيسان وحفنة لميس، وبالأخير الجمهور هو يلي عم يتسلى. هون بقى إذا الجمهور حاول يشغل المحقق كونان يلي عايش جواته عن انفصال محمود وبيسان، بيطلع معه انه ببيت بيسان ودعاء كان في مشكلة، ومحمود وقف مع دعاء وبيسان زعلت لانه محمود وقف مع دعاء وانفصلوا. هي كل القصة. شايفين ما اسهلها؟ انا برأيي لازم نغير اسم الاغنية تبع ميس من ما تحاوليش لما تفضحينيش، ولازم محمود يفتح شركة انتقالات، انتقال فوري من خطيبة لعدوتها. عفوا. وبيسان لازم تفتح دورة تعليمية كيف تلعبي دور الضحية وتقلبيها ترند. اما عن عباس بيختم الحلقة ببوست: انا ولا هون ولا هون، انا مع المشاهدات. القصة يا جماعة مش حب ولا حتى انتقام. القصة باختصار مين بيجيب تفاعل اكتر من التاني. صار الحب استثمار. بتتصالحوا ترند، بتتخانقوا ترند، بتنفصلوا الترند، بترجعوا مع بعض الترندين ونص، ونحن قاعدين مثل لجنة تحكيم ببرنامج مواهب بنوزع لايكات وكومنتات ببلاش. اللي عم نشوفه هلا حاليا بين محمود وبيسان وميس دعاء وعباس هو نموذج حي لشيء اسمه إعادة تشكيل العلاقات عبر الفضاء الرقمي. بعلم الاجتماع بيتفسر انه العلاقات الانسانية اليوم ما عم تبقى خاصة او حميمية، بل عم تكون محتوى علني. والانفصال ما عاد قصة شخصية، صار جزء من سردية عامة لازم يتابعها الجمهور ويعلق عليها ويشارك فيها عاطفيا. لما يطلع واحد مع عدو الآخر هي حالة رمزية، إعادة توزيع الأدوار وخلط للمعسكرات، وغالبا بهدف لفت الانتباه. أما من الناحية الثقافية، ثقافيا اللي بصير بنسميه ثقافة الاستعراض. يعني الشخص ما بيعيش تجربته لمجرد نفسه،
مشان يعرضها وكأنه مشهد للجمهور. التحالفات والعداوات بين الشخصيات مثلا بيسان ضد ميس ومحمود مع ميس عم تقدم كدراما، الهدف منها إبقاء الجمهور مستمر على الشاشة. هذا جزء من اقتصاد الانتباه. كل علاقة شخصية هي فرصة لصناعة محتوى تفاعلي. أما من الناحية النفسية، الانتماء والانتقام الرمزي، الدراسات بتقول أنه بعد الانفصال في دافع اسمه الانتقام الرمزي. يعني مش دايما انتقام مباشر، بل خطوات بتوصل رسالة للطرف الآخر أنه أنا بخير وأنا مع حدا أنت ما بتحبه. بنفس الوقت الطرف الآخر مثل بيسان بيرد بنفس الطريقة، إذا أنت مع عدوتي فأنا مع حبيبها. علم النفس الاجتماعي بيشوف هالشي كآلية دفاعية لرفع تقدير الذات واستعادة السيطرة بعد خسارة العلاقة. يا ما يا صاحب حذرت ماله نامان، يا جود بجافوك بالليالي وضحاهم، يا ما راهنت عليهم وخسرت الرهان، لكن أصالة معدنك بيسان تسواهم، وعليش تروح تخليني بدال الدم اللي فيني يجري سم وينهيني شوي شوي، وعليش تروح وبلايا تنسى طريقي وهوايا، وكيف تتبدل نوايا الدم يصير ماي. وهلأ خبروني بالتعليقات، انتم محل بيسان بتعملوا بلوك لمعمود؟ ويا ريت ما تنسوا تكبوا لي لايك على هذا الفيديو.